السلام عليكم. الفيسبوك خرب حياة ناس كتير، دمر علاقات ما بين الناس وانتهت بالبلوك، بوظ علاقات ما بين الأصدقاء والقرايب بسبب كده إن في واحد رد على التاني متأخر وهو أونلاين، أو حتى شاف الرسالة كده وكان مشغول وقتها وما ردش. البيوت معظمها دلوقتي بقت عبارة عن كل واحد ماسك موبايله وقافل على نفسه باب الأوضة وتايه في دنيا تانية. السوشيال ميديا حقيقي ضيعت مننا الجو الأسري. أيام ما كنا بنتلم كده كلنا بعد صلاة الجمعة ونفطر ونتفرج على عالم الحيوان، وبالليل نتجمع تاني عشان مسلسل الساعة 7. السوشيال ميديا والفيسبوك بوظ علاقات ناس مخطوبين عشان واحد كده قال لخطيبته أنا هنام وهبقى أونلاين لغاية الصبح، أو جت بنت عملت لايك على صورة واحد خاطب، أو واحدة فتشت في موبايل جوزها والفيسبوك بتاعه لقيته للأسف بيكلم غيرها. ده غير بقى الناس عشرة العمر والقرايب اللي بيخسروا بعض على تفاهات، ممكن يخسروا بعض عشان لايك او شير لحاجة معينة او حتى بوست معين. مشاكلنا كلها بقت عبارة عن بوستات بنحكي فيها مشاكلنا، او حتى نشوف نكتة كده ونفضل نقلش عليها. حتى واجب العزا بقى عبارة عن كومنت، نسينا الواجب والاصول. للاسف الميديا خلتنا نخسر بعض بسبب ان احنا بقينا بنفهم بعض وبنشوف بعض غلط. كل العلاقات فقدت طعمها الحقيقي، بقت مجرد علاقات من ورا الشاشة. بقت معظم البوستات كلام تلقيح على بعض وكلام موجه، وكل واحد للأسف بياخد الكلام على نفسه. كل واحد بيلبس الشوز اللي مش على مقاسه، اللي على راسه بطحة بقى، وبقينا نحكم على بعض من كلمتين على الفيسبوك، ونهاية كل الأفلام دي كلها بتنتهي بالبلوك. طبعا دي كارثة ما بين الناس وبين بعضها، أتمنى إن هي تنتهي وما نشوفش الأساليب والمناظر وطريقة التفكير اللي للأسف دخلنا السوشيال ميديا والفيسبوك فيها. فكرة أتمنى إن هي تنتهي وما نشوفش المناظر دي تاني يا رب. السلام عليكم.